صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. بيبدأ الفيلم براجل عادي جدا اسمه دان، وبنعرف ان هو بيشتغل في معرض عربيات يا صديقي، وشاطر جدا في شغله، وبيقدر انه يقنع الزبائن بكل سهولة انهم يشتروا العربيات من المعرض. وكمان بنعرف ان هو محبوب جدا وسط جيرانه واصحابه، وبيكون متجوز واحدة ست اسمها جيس، وعايشين حياة سعيدة مع بعض بقالهم 18 سنة، ومخلفين 3 اطفال، نينا وكايل وماكس. ودايما بيحاول دان انه يقرب من ولاده لكن مش بيدوه فرصة، وكل واحد فيهم بيعمل اللي في دماغه. يعني مثلا نينا بتحب واحد اخلاقه مش كويسة يا صديق، وعاوزة تدخل نفس الجامعة اللي هو فيها على الرغم من انها مش بتحب التخصص بتاعه. وكايل مهووس بألعاب الفيديو، خصوصا الألعاب القتالية، مع ان ابوه دان حذره كتير انه ما يلعبش الألعاب دي لانه حابب ان ابنه كايل يكون بعيد عن كل مصادر العنف. لكن كايل مش بيسمع كلام ابوه، وبيروح من وراه يقابل صاحبه سمير، وبيدفع له فلوس علشان يسيبه يلعب على الكمبيوتر بتاعه. لكن على الرغم من كل ده، بس كايل صديق محترف جدا في اللعبة دي، لدرجة انه بقى عنده آلاف من المعجبين زي كده يا رب ان شاء الله. بعد كده بنروح لدان وجيس في الملاهي، وبنشوفهم بيحتفلوا بعيد جوازهم مع بعض، وبيركبوا قطر الموت لانه كان بداية تعرفهم على بعض يا صديق. وبعد ما بيخلصوا لعب بينزلوا يتمشوا سوا، وبيقضوا لحظات رومانسية بقى مع بعض وكده. وساعتها دان بياخد باله ان في رجل اعمال بيصورهم. بعدها بيروح دان بيكلمه بهدوء، بيطلب منه انه يمسح الصور، لكن الراجل ده بيرفض وبيفضل يسخر من دان. وبيبان ان الراجل ده كان بيحب جيس زمان ومعجب بيها، لكن هي رفضته. ووقتها بيفضل يتريق على دان وبيشتمه وبيقول عليه ضعيف وجبان. وكمان بيرمي العصير بتاعه على دان عشان يحرجه قدام مراته ويثبت لها ان دان ضعيف وجبان. ساعتها دان كان عمال يبص له وهو متضايق جدا، لكنه بيمسك اعصابه وبيمشي مع مراته لانه مش عاوز يعمل مشاكل. وتاني يوم بنشوف جيس في حصه تدريب ملاكمه، وهناك بتتعرف على واحده اسمها جوين، وبتلاحظ انها مش عارفه تتمرن خالص. بتساعدها جيس وتعلمها ازاي تضرب اللكمات، ولكن جيس بتضربها بالغلط على وشها يا صديق، وبتوقعها على الارض. وبعد كده بتعزمها جيس على عصير علشان تعتذر لها يعني. فجوين بتقول لها عادي ولا يهمك. وبعدين بيدردشوا مع بعض شويه، وبتعرف جيس من جوين انها جايه من مدينه تانية علشان تقابل حبيبها القديم لانها لسه بتحبه. وبعدها بتحكي لها جيس عن دان، وبتعرفها انها بتحبه قوي، لكن بدات تزهق من غيرته الشديده وخوفها عليها زياده عن اللزوم هي واولادها. طبعا مش قاتل محترف، ما هو اكيد هيخاف، لدرجه انه بيخاف عليهم يسافروا او يروحوا اي مكان لوحدهم، وبتكون مش فاهمه سبب الخوف الزياده عليهم. بعد كده جوين بتقول لها انها من وظيفه طيران، وبتديها الكارت بتاعها، وبتقول لها ممكن احجز لك اي سفر بسعر مناسب لو قدرت تقنع جوزها. وبعد كده بتسيبها وبتمشي. وساعتها دان بيكون مع ابنه الصغير ماكس في السوبر ماركت، وساعتها بيظهر راجل غريب بيحاول يضرب دان ويقتله، لكن دان طلع صايع وبيحاول ينقذ نفسه من الراجل ده. بعدها دان بيروح بسرعه يركب العربيه وبيرجع البيت مع ابنه، وبيفتح مخبأ سري موجود في السلم بيته، وبيطلع شنطته فيها اسلحه وفلوس كتير جدا يا صديقي، وبيجهز جوازات السفر علشان يستعد للهروب هو واسرته. لكنه بيلاقي جوازات السفر بتاعتهم منتهيه ومحتاجه تتجدد. فبيتصل على واحد صاحبه اسمه اوجي، وبيقول له العصابه عرفت مكانه وكان هيقتلوه في السوبر ماركت، وبيقول له يجهز له جوازات سفر باسماء مزيفه له ولعيلته. اوجي بيعترض عليه علشان مش يتحبس، ولكن دان بيحاول يغريه بالفلوس، وبيقول له هديك $500,000 وشقه جديده كمان. فبيقبل اوجي العرض، وفضل ينصحه انه يعترف لمراته واولاده بحقيقته لانهم كده كده هيعرفوا كل حاجه. فدان بيرد عليه وبيقول له مستحيل اقول لهم حاجه، عاوزني اقول لهم اني كنت شغال قاتل مأجور زمان؟ لازم امهد لهم الموضوع الاول علشان مش يكرهوني ويخافوا مني. وبعدها دان بياخد حاجته وحاجه عيلته، وبيروح يركبوا العربيه علشان يهربوا. فبيروح يجيب بنته نينا من شغلها، وبيتفاجئ انها سابت التدريب بتاع الصحافه بقالها 3 شهور يا صديقي، وزميلتها بتقول له انها على طول قاعده مع صاحبها تحت المدرجات. بعد كده دان بيروح لها وبيتعصب عليها لانها سابت تدريس الصحافه وهتفرط في حلمها ومش هتدخل كليه الاعلام. بعد كده بيسالها عن اخوها كايل، فكانت نينا متوتره وخايفه تقول له، لكنه بيصمم يعرف منها. فبتقول له ان هو موجود في بيت صاحبه اللي اسمه سمير. فبيروح له على هناك، وبيتصدم دان لما بيعرف ان ابنه كايل بيضحك عليه كل الفتره دي وبيلعب العاب الفيديو العنيفه تاني. وبعدها دان بياخد نينا وكايل في العربيه، وبيقول لهم انا عامل لكم فجأة وهنروح كلنا مدينة لاس فيجاس. وبعدها بيعدوا على جيس في شغلها، وبيفاجئها بحوار السفينة. فبتفرح جيس وبيروحوا كلهم يركبوا العربية مع بعض، ولكن في الطريق بيلاحظ دان ان في عربية وراهم بتراقبهم، فبيحاول يهرب منها من غير ما يعمل ازعاج لأسرته ولا يحسسهم بحاجة، والعربية ماشية وراه. فبيعرف ان دي عربية العصابة وانهم حاطين جهاز تتبع في العربية بتاعته. فبيروح دان لمكان شغله بحجة انه هيغير زيت العربية، ولما وصل قرر انه يرفع العربية بتاعته علشان عربية العصابة ما تشوفهاش.
وراح شايل جهاز التتبع من العربية بتاعته وحطه في عربية واحد صاحبه يا صديق. وبعد شوية دان بيتأكد ان عربية العصابة مشيت وما عادتش بتراقبه، فبيتحرك بسرعة مع اسرته بالعربية، وفي نص الطريق بياخد دان كل الموبايلات بتاعت اسرته وبيرميها من الشباك، لانه كان خايف ان العصابة تعرف طريقهم من خلال التجسس على الموبايلات بتاعتهم، فغضب افراد اسرته كلهم منه، فبيقول لهم انه عمل كده علشان يبعد وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا عنهم شوية، ويقضوا رحلة سعيدة بعيد عن الموبايلات زي اي اسرة تانية. على الناحية التانية بيظهر راجل اسمه ماك فري، وده يا صديقي يبقى رئيس العصابة اللي دان كان شغال معاه زمان، قاتل متسلسل. وماك فري كان عاوز ينتقم من دان لانه سابه، بيكون متضايق جدا لانه مش عارف يوصل له، فبيؤمر رجالته انهم يقلبوا الدنيا كلها عليه ويوصلوا له ويتخلصوا منه. نرجع تاني لدان اللي بيكون سايق على الطريق والليل داخل عليهم، وكل اسرته نايمين ولابسين السماعات ومشغلين اغاني، وفي الوقت ده بيلاحظ ان العصابة مستنياه فوق الجسر، فبيروح بسرعة بيشغل اغنية هادية لاسرته علشان محدش منهم يصحى، وبيوصلها بالسماعات وبيعلي صوتها على الاخر، وبعدها بيدخل في اشتباك مع العصابة وبيضربهم وبيموتهم من على الموتوسيكلات بتاعتهم يا صديق، وبيقدر انه يهزمهم كلهم. كل ده واسرته كلها نايمة ومش حاسة باي حاجة. تاني يوم الصبح اسرة دان بتصحى وبتتفاجئ انه فضل سايق العربية طول الليل، وبالصدفة بيكونوا جنب الجامعة اللي تريفور حبيب نينا بنته بيدرس فيها، فنينا بتقول لهم انها عاوزة تروح الجامعة علشان تقابل حبيبها، وبالمرة علشان تتعرف على الكلية اللي هتدخلها السنة الجاية. وفي البداية جيس بتكون رافضة لانها مش راضية بعلاقة بنتها نينا بالولد ده، ولكن نينا بتقدر تقنعها. لا ومش بس كده، وبيروحوا كلهم للجامعة وبياخدوا جولة هناك كلهم. وبالصدفة دان بيشوف راجل ألماني شايل شنطة وشكلها غريب جدا، فبيشك ان الراجل ده تبع العصابة، فبيروح دان له بيهدده وبيخليه يفتح الشنطة، وبيتفاجئ دان انها مجرد شنطة أدوية، وانه كان غلطان وانه بيهدد الراجل الغلط. وفي نفس اللحظة بيظهر قدام واحد من العصابة وبيحاول يقتله، لكن دان بيهرب منه وبيروح يستخبى في المختبر، ولكن الراجل بيدخل وراه وبيحصل بينهم اشتباك عنيف جدا وبيدمروا المختبر كله. ولكن في النهاية دان بيقدر عليه وبيضربه وبيخليه يفقد الوعي. وبعدها دان بيخرج من المختبر بسرعة وبيروح لأسرته علشان يمشوا من هناك، لكن مراته بتقول له ان نينا راحت تسلم على حبيبها في السكن. وفي نفس الوقت ده بتكون نينا قدام أوضة تريفور وبيتفاجئ بوجودها، وبتلاحظ نينا ان حبيبها خايف من حاجة ومش عاوز يدخلها الأوضة، وبتتصدم نينا لما بتلاقي بنت تانية معاه في الأوضة، فبتسيبه وبترجع لأسرتها وبتقول لهم ان تريفور بيخونها، وبتكون منهارة جدا يا صديق. فبابا بيسيبها وبيروح يصلحها وبيحاول يهون عليها، وبيعلمها حركة معينة وبيطلب منها انها ترجع لتريفور وتعملها له، وبيعرفها ان الحركة دي بتوجع جدا ولكن مش خطيرة. وبالفعل نينا بتسمع كلامه وبترجع لتريفور وبتمسك دراعه وبتدوس على منطقة معينة، فبيفضل تريفور يصرخ من الألم وبيقع على الأرض. وبترجع نينا عند أسرتها وبتكون مبسوطة جدا، وبعد كده بيركبوا العربية سوا وبيكملوا رحلتهم. وفي الطريق بتلاحظ جيس ان مراية العربية مكسورة، وبتسأل دان ايه اللي حصل، فبيقول لها انه عدى امبارح بالليل من جنبه عربية نقل كانت محملة طوب، ووقعت منها طوبة بالغلط على الازاز وكسرته. وبعد شوية نينا بتنزل تسوق مكان باباها لانه تعب جدا، وباقي الاسرة بتكون نايمة في الكراسي اللي ورا. ونينا بتسأل باباها لو هو يعني قال لمامتها انها سابت تدريب الصحافة، فباباها بيرد عليها وبيقول لها انه لسه معرفهاش. فنينا بتطلب من باباها انه ما يقولش لامها اي حاجة لان هي بتفكر ترجع للتدريب تاني. فدان بيقول لها انه فخور جدا بيها وانه كان بيقرا كل مقالاتها ومعجب بكل كلامها. وبالليل بيوصلوا عند فندق وبيأجروا ليلة علشان يرتاحوا شوية من المشوار. وتاني يوم بيصحوا وبيروح دان لوحده يقعد في المطعم، وبيفضل يتدرب على الكلام اللي هيقوله لجيس لما يعترف لها بحياته وانه كان قاتل مأجور. وبعدها بيجي كايل يقاطعه وبيعتذر له انه خبى عليه ان هو لسه بيلعب العاب قتالية، لكنه بيعرف ان هو مشهور جدا في اللعبة دي وسط الشباب وله فانز كتير، ومعروف وسطهم باسم كايل بوس. وبيعمل اتفاق مع ابوه انهم يدخلوا يلعبوا مع بعض لعبة اسمها القتال بأشعة الليزر، ولو كايل كسب وقتها ابوه هيسمح له انه يلعبها تاني، ولو خسر فهيسمع كلامه مش هيلعب تاني، فبيتحداه يعني. فبيوافق دان على التحدي وبيروح يلعبوا مع بعض باستخدام مسدسات مزيفة، وبينصدم كايل من مهارات ابوه لانه كان فاكره ضعيف وهيغلبه بكل سهولة. وفي الاخر بيفوز دان على ابنه كايل بفارق نقطتين، وكايل بيكون متضايق جدا وبيسأله هو ازاي بيلعب بالاحترافية دي، ما يعرفش يا صديقي ان ابوه قاتل اصلا. المهم فدان بيتوتر وبيقول له انه كان بيتدرب كتير وهو صغير. وبعدها دان بيروح يجمع اسرته وبيكملوا رحلتهم، وبعدها بيوصلوا لفندق كبير في مدينة لاس فيجاس، وبيتفاجئوا ان دان حاجز لهم سويت كبير. وبعد شوية دان بيسيبهم وبينزل يقابل اوجي في البار وبيسلموا الفلوس وبياخد منه جوازات السفر الجديدة. وبعدها بيطلع دان لأوضته وبيجهز نفسه علشان يروح يتعشى مع مراته. وبعد كده دان بيطلب من ولاده الكبار ما يخرجوش بره السويت وياخدوا بالهم من اخوهم ماكس لحد ما يرجعوا،
لكن ولاده مش بيسمعوا الكلام وبياخدوا ماكس وبينزلوا صالة العاب الفيديو، وبيكون موجود هناك لاعيبه محترفين زي كايل كده، وبيعرضوا عليه انه يدخل معاهم فبيوافق كايل وبيتحمس جدا. وعلى الناحيه التانيه بيكون دان بيتعشى مع مراته جيس وبيحاول انه يعترف اكتر من مره ولكن مش بيقدر، وبعدها بيروح يتصل على اولاده علشان يطمن عليهم لكنهم مش بيردوا عليه. فبياخد مراته وبيرجعوا للسود وبيفتح اوضه الاولاد وبيلاقيهم متغطين ونايمين، فبيطمنوا انهم بخير، لكن هم مش بيكون عندهم فكره ان ولادهم مغطيين المخدات وكانوا بيضحكوا عليهم يا صديقي. وفي نفس اللحظه العصابه بتقتحم عليهم السود وبيضربوا عليهم نار، لكن دان بيقدر يخلص على 2 منهم بكل سهوله، وساعتها بيظهر واحد تالت من العصابه وبيرفع السلاح على جيس وبيقول لدان ان هو هيخلص عليها وهيخلص على اولاده اللي في ساحه الالعاب. فدان بيرميه بالسكينه وبيقتله بسهوله، وطبعا مرات دان بتكون في حاله صدمه من جوزها ومش قادره تستوعب اي حاجه من اللي بتحصل، لكن دان بيطلب منها انها تهدى ومش تنفعل وهو يشرح لها كل حاجه بعد ما يلاقوا اولادهم. وبعد شويه بيوصلوا عند اولادهم وبياخدوهم بسرعه علشان يهربوا، وفي الوقت ده دان بيعترف لها انه كان زمان كان شغال قاتل مأجور لكن ساب الشغلانه دي قبل ما يتجوز جيس. لكن ولاده الكبار فضلوا يضحكوا عليه وكانوا مفكرينه بيهزر، لكنهم بيصدقوا لما العصابه بتظهر وراهم وبتضرب عليهم نار تاني يا صديقي. فبسرعه دان بياخد اسرته وبيهربوا، وبعدها دان بيوصل مع اسرته لمكان امان وبيطلب منهم ما يتحركوش لحد ما يرجع لهم. وبيروح دان لبنت من العصابه وبيدخل معاها في قتال وبينجح انه يقدر يقتلها، وبيمشي بسرعه مع اسرته وبيروح الفندق تاني. ووقتها دان بيعترف لهم باسمه الحقيقي اللي هو شون، وبيقول لهم ان امه ماتت لما كان عنده 4 سنين وعاش حياه قاسيه جدا بعد موتها. ولما تم 18 سنه اتعرف على شخص اسمه ماك فري واشتغل معاه، وان ماك فري ده كان بيشتغل عميل سابق في القوات الجويه، لكن بعد ما ساب شغله وجمع فريق من امهر القتله المأجورين وكان بيدربهم علشان يغتالوا الناس الفسده اللي في البلد. لكن بعد فتره دان اكتشف ان ماك فري بيغتال ناس ابرياء اصلا علشان الفلوس ومصالحه، فقرر دان من وقتها انه يسيب الشغل معاه ويبدا صفحه جديده. وطبعا جيس بتكون مصدومه جدا من كلامه ومش قادره تستوعب كلامه وان هو خدعها كل السنين دي بالسهوله دي، وبتقول له ان هي فهمت دلوقتي هو ليه كان حابسهم كل السنين اللي فاتت دي في البيت وكان بيخاف عليهم بزياده، وبتقول له ان هي عمرها ما هتسامحه بعد ما خدعها السنين دي كلها. وبعدها نينا بتسال باباها هنعمل ايه دلوقتي يا حاج في الكارثه السوداء بتاعتك دي، فبيقوم دان وبيوزع عليهم جوازات السفر الجديده وبيعرفهم ان هم هيهربوا بره البلد ويجهزوا، ولكن ولاده بيرفضوا الوضع ده وبيسيبوا وبيمشوا. وبعدها جيس بتعرف دان انها تاخد اولادها بكره الصبح وتمشي، وبعدها بتدخل جيس اوضتها وبتدخل على جوين وبتطلب منها تحجز لهم هي واولادها تذاكر طيران لانهم راجعين للبيت بكره الصبح. وتاني يوم بتاخد جيس اولادها وبتمشي وبيوصلوا عند الطياره، وبتتفاجئ جيس ان جوين بتكون حاجزه لهم طياره خاصه، فبيروحوا كلهم يركبوا الطياره. وبعدها جيس بتسال جوين هي عملت ايه مع حبيبها القديم، فجوين بتعرفها انها لقيته متجوز ومخلف 3 اولاد لكنها قدرت تقرب من مراته علشان تنتقم منها. وفي اللحظه دي بتعرف جيس ان جوين قصدها هي يا صديق، فبتقوم جيس من مكانها علشان تاخد ولادها وينزلوا من الطياره، لكنها بتتفاجئ بماك فري قدامها اللي هو رئيس العصابه. وكده يا صديقي جوين طلعت تبع العصابه وكانت مرتبطه زمان بدان لكنه انفصل عنها. وبعد شويه بيتصل ماك فري على دان وبيعرف ان هو خطف اسرته وعاوزه يقابله في مكان معين قبل ما يخلص عليهم. وبعد شويه بيوصل دان عند ماك فري، وساعتها اسره دان بتتفاجئ ان ماك فري يبقى والد دان اصلا. وانت كمان اتفاجئت يا صديقي صح؟ وماك فري بيعرف دان ان هو كان ناوي يقتله بعد ما تخلى عنه لكنه غير رايه دلوقتي، بيعرض عليه يرجع له تاني يشتغل معاهم وفي المقابل هيسيبوا اسرته. في البدايه دان بيكون رافض يرجع يشتغل معاه تماما، لكنه في الاخر بيوافق بعد ما ماك فري هدده انه هيقتل اسرته. وبعدها بيتفق ماك فري مع واحد من عصابته انه ياخد اسره دان ويوصلهم البيت. بعد شويه بنشوف اسره دان في الاسانسير، وقتها نينا بتقول لها انهم ما ينفعش يتخلوا عن دان بالسهوله دي لانه ابوهم معرض حياته للخطر اكتر من كذا مره علشان يحميهم. فبتقتنع جيس بكلامه وبتعمل نفسها بتغير الحفاضه لماكس، وبسرعه بتمسك الحفاضه وبترميها في وش الراجل اللي معاهم وبتزقه بره الاسانسير وبتوقعه من على السلم يا صديقي. وبعدها بيرجعوا بسرعه عند دان وبيشوفوه وهو بيضرب جوين وبيخليها يغمى عليها. وبعدها بيعرفوا ان ماك فري وباقي العصابه نزلوا تحت، فبيستخدم كايل الطياره الدرون وبيراقب العصابه من غير ما ياخدوا بالهم. ووقتها دان بيعرف ابنه انه هينزل يخلص على العصابه لوحده، وبيطلب منه انه يتواصل معاه بالسماعات دي ويعرفه على الجديد. وبعد شويه اسره دان بيطلعوا على السطح علشان يستخبوا، وساعتها بيكون كايل بيراقب العصابه بالدرون بتاعته وبيساعد ابوه وبيعرفوا اماكنهم، وبيبدا دان يخلص عليهم ورا بعض. وفي اللحظه دي بتوصل جوين للسطح وبتدخل في قتال مع جيس اللي بتكون اضعف منها بكتير يا صديق. في اللحظه دي جيس بيجي لها فكره
بتكسر عصايه خشب وبتحدفها في جوين وبتموت على طول. لا سبحان الله. في اللحظه دي بيوصل ماكفري عند دان، والمره دي بيقرر انه يخلص على ابنه، وساعتها اسره دان بتظهر وراه وبتفضل لينا تتكلم مع ماكفري وبتحاول تستعطفه وبتفهمه انهم اسره واحده وهو عيب ما ينفعش يعملوا كده مع بعض، الناس هتتفرج تقول عليهم ايه وممكن يبداوا صفحه جديده سوا وكلامه كده يا صديقي. وفي اللحظه دي ماكفري بيقول لها مش هتعرفي تستعطفيني، فنينا بتقول له ان هي عارفه ده بس كانت بتحاول تشتت انتباهه مش اكتر. وفي اللحظه دي دان بيضربه وبيخليه يفقد الوعي يا صديقي. وبعدها دان واسرته بيتجمعوا تاني مع بعض وبيخرجوا بره المبنى وبيتفاجئوا ان الشرطه قدامهم. وبيعدي 6 شهور وبتكون الشرطه قبضت على ماكفري وعصابته، وبيفتح دان شركه امن وبيعين فيها موظفين كتير، وكمان بيسمح لاولاده انهم يتصرفوا بحريه ويعملوا اللي هم عايزينه بدون قيود. وفي يوم بنشوف اسره دان وهي مسافره وبيكونوا مبسوطين جدا ومش خايفين من اي حاجه. ما خلاص يا صديقي الفيلم خلص، عايز ايه تاني؟ فيلم ولخصته كله، اكمله لك من عندي يعني يا صديقي؟ بس انا عارف احساسك وانت بتتفرج عليا انك ما بتقعدش الفيديو يخلص يا صديقي. المهم بقى اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل علشان كل فيديو ينزل جديد يجيلك اشعار على طول، وشير بقى وكده وشويه ايه كده وخلاص. يلا واشوفك الفيديو الجاي بالسلامه.